السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ منى كيتشن. النهاردة هعمل معاكم تخزين الشوربة اللحمة أو أي شوربة أنت عاوزاها. يلا بينا ونشوف إيه أوريها لكم عاملاها إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلنا عارفين نعمل شوربة، دي مش صعبة يعني علينا كلنا. طب الشوربة دي أنا إيه أهي بتاعتي، أنا سلقاها ومجهزاها عشان أوريها لكم كويس. أدي شوربتي، شوربة لحمة. حاطة لها إيه شوربة اللحمة؟ تعالوا أوريكم الأول لونها كده. اهي لونها بصوا بيضه ازاي وشفافه زي ما انتوا شايفين. حاطه لها ايه؟ حاطه لها جزر، حاطه لها ورق لوري، حاطه لها كوبيبه صيني وفلفل اسود حب، حاطه لها بصل. كله ده حطاه في الشوربه بتاعتي. تمام. ادي البصل وادي الكوبيبه، ادهم بصل وكوبيبه صيني وفلفل اسود حب. ده بيخلي الشوربه في حته تانية خالص. تمام. خلاص ادي وريتكم انا الحاجات اللي بحطها في الشوربه، سواء فراخ او لحمه. عاوزه تحطي كمان متوفر عندك الكرفس حطي. تمام. وده زي ما قلت لكم كوبيبه صيني، فلفل اسود حب، بصلايه، جزرايه، ورق راون. خلاص. طب انا عايزه احتفظ بالشوربه الحلوه دي عشان اعمل منها في رمضان شوربه شعريه، شوربه لسان عصفور، شوربه خضار، اعمل منها رز، اعمل منها مكرونه، اللي انت عاوزاه. اهم حاجه انك انت تصفي الشوربه من كل ده كله. تطلعي طبعا اللحمه بتاعتنا اهي، انا سلقاها اهو. تمام. لازم تبرد شوربتك خالص. وبعد كده اعمل ايه؟ اخد الشوربه دي كلها في مصفى واصفيها علشان ما تحطيش حاجه في الشوربه من الاعشاب اللي انا حطيتها ولا البصل ولا الجزر، تبقى شوربه صافيه عندك. خلاص يلا بينا نصفوها واوريها لكم نعبوها ازاي. وده اهي الشوربه صفيتها تمام عندي بالمصفى، ما خليتش اي حاجه فيها زي ما انتم شايفين. عندي علب زي كده وفرت علينا كتير العلب دي. اعبي كده فيهم واغطيها بس تبرد تماما خالص. تبقى ساقعه خالص، ما تحطهاش سخنه خالص. واغطيها كده واحطها عندي في الديفريزر عندي ولا في التلاجة. بس لو في التلاجة يعني ما تخليهاش تطول، لكن عندك حطيه في الديفريزر وقبل ما تستعمليها تطلعيها تسيح عندك وتعملي منها احلى شوربه، تعملي منها رز. عندك كيش العلب دي اللي احنا شايفاها، حطي في اكياس تلاجة. خلاص احطها كده في كيس تلاجة، بس حطيها في كيسين، ما تحطهاش في كيس واحد. تمام. وادي عندي الشوربه بتاعتي جهزتها لرمضان، كل سنه وانتم طيبين. لشويه شوربه بلسان عصفور، شويه شوربه شعريه، شوربه خضار عنديكي. تزودي بيها رز، اي حاجه عنديكي محتاجه شوربه تروحي مطلعه من دي وتعملي. ايه رايكم؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. منتظركم لايكاتكم واشتراككم في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.